انا بجد صعوبة في الحفظ، وكل ما بحفظ بنسى تاني. تمام. واللي بيقول ان انا عشان الذاكرة ضعيفة، وفي منهم اللي قال اصل انا سني كبر. واحنا كنا ردينا على الكلام دوت في رد او في حفظ القرآن في الفيديو بتاعه. وكنا بنقولهم ان القرآن انزل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان تجاوز 40 سنة خلاص. وبرضه نبهنا على ان موضوع الحفظ دوت عامل او الذاكرة يعني بصفة عامة عاملة زي موضوع العضلة بالظبط، انك كل ما هتمرنها كل ما هتنشط وكل ما هتقوى وكل ما هتديك اداء افضل. موضوع الحفظ برضو نفس الحكاية. الموضوع ان انت كل ما هتبتدي تحفظ وكل ما هتجد طرق مبتكرة لموضوع الحفظ، كل ما هتلاقي الموضوع ان شاء الله هيبقى اسهل. الجمع بين حفظ القرآن والذنوب في نفس الوقت، الكلام ده يا جماعة مستحيل. لو انت او الشخص اللي ابتدى يحفظ قرآن مقيم على ذنب معين ومفيش فايدة في ان هو يتركه، وبرضه بيحفظ وبيحاول، لا انت هتفضل في معاناة. ما اكدبش عليك، انا مش بقولك اترك حفظ القرآن، ولكن بقولك اترك الذنب. لان هتفضل في معاناة ان انت تحفظ وتترك وتنسى، واللي حفظته في الاخر تفتكره واللي في الاول تنساه. لكن لو انت بتقول لا لا انا هفضل برضه بسمع اغاني مثلا واحفظ قرآن، لا اطفي الفيديو، لان انت مش هتستفيد بحاجة. هي الاستعجال. ايه الاستعجال؟ ان احنا بنبقى مستعجلين عايزين نختم، فالاستعجال دوت بيخليك ان انت تحفظ بسرعة وتنسى برضه بسرعة. تمام. ما تستعجلش، انت ما فيش حد بيسابقك، وما فيش حد بيجري وراك. لا، انت بتحفظ كتاب الله عز وجل ابتغاء مرضات الله عز وجل وابتغاء الاجر، فانت واحدة واحدة. تمام. وامشي على مهلك، وقت ما تخلص وان مت فانت بتموت وانت كنت بتحفظ، يعني برضو ليك ايه الاجر ان شاء الله. ماشي كده بدون تنظيم، ان انا احفظ الاسبوع ده ربعين واقعد بعد كده 3 اسابيع، لا هتترك وهتمل. لكن النظام كويس جدا. واحنا قلنا قبل كده عدم المراجعه بصفه مستمره. انت بتحافظ قوي على وقت حفظ الجديد، وموضوع المراجعه ده يعني ماشي لما يجي له وقت. لا، الكلام ده مش مظبوط، لانك قبل كده اتكلمنا في موضوع في فيديو المراجعه، قلنا انك برضه هتفضل في معاناة، وهتفضل عمال بتلف في دايرة مفرغة، مش هتوصل